اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. عملنا النهاردة معاكم احلى صينية دبابيس الدجاج بمكعبات الخضار، روعة جدا ما شاء الله، بتتبيلة مميزة وحلوة جدا. تابعوني عشان تعرفوا بإذن الله عملنا ايه. تعالوا نسمي الله بقى ونبدأ في التتبيلة بتاعتنا. انا معايا معلقة من الثوم المفروم كبيرة. التوابل بقى معايا معلقة بابريكا كبيرة، معلقة فلفل اسمر كبيرة، معلقة بهارات الفراخ كبيرة، الملح حسب الرغبة، معايا معلقة جنزبيل صغيرة ومعلقة قرفة صغيرة. هضيف معلقة صويا صوص كبيرة. هقلب بقى التوابل بتاعتي كده مع بعض، وبعدين انزل بثلاث معالق كبار من الزيت. شايفين انا خدت 3 معالق كبار بس من الزيت، وهقلب بقى التتبيله بتاعتي كده مع بعض. عايزه اقولك ما شاء الله التتبيله جميله جدا وريحتها حلوه، مخليه دبابيس الدجاج روعه بجد، اللهم بارك. كده اخلطهم مع بعض كويس، وبعدين نتبل بقى دبابيس الدجاج بتاعتنا. كده خلاص انا جبت بس حاجه كده كبيره عشان اتبل فيها الدبابيس. كده خلاص انا حطيتهم في الطبق بتاعي. هنزل بقى بالتتبيله بس مش كلها، هسيب كده بس معلقه. هقلبهم بقى مع بعض كويس جدا، هخلي كده الفراخ تشبع من التتبيله. اهم حاجه تخلطي التتبيله كويس جدا مع الدبابيس عشان يعني الدبابيس كلها تشرب من التتبيله وتطلع معاكي حلوه وطعمها حلو. انا بعد ما اقلبهم كويس جدا بقى مع بعض، هسيب الدبابيس بتاعتي في التتبيله ساعتين. لو انتي مستعجله ممكن تسيبها نص ساعه، لو انتي بقى حابه تعمليها من قبلها بيوم هيبقى افضل وافضل. تمام، انا هسيبها ساعتين وبعد ساعتين ارجع لكم باذن الله. كده خلاص بعد ما سبت الفراخ في التتبيله ساعتين، هنزل بقى بالخضار بتاعي. عايزه اقولك اي خضار موجود عندك في التلاجة طلعيه. انا كان عندي كوسه وجزر، وقطعت برضو بطاطس وطماطم كده كله مقطعه مكعبات صغيره، وبصلايه برضو مقطعه مكعبات صغيره. بصي اي خضار في التلاجة عندك طلعي، مش مشكله خالص. لو في بسله برضو ممكن تحطي. هي تغيير كده عن صينيه البطاطس وكده، يعني ايه، تغيير في الطعم وفي الشكل وفي كله يعني، عشان ما نزهقش بس مش اكتر. بس بجد والله طلعت حلوة جدا وجميلة. معلقة التتبيلة بقى اللي انا ضفتها على الخضار دي اللي انا قلت لكم هنسيبها كده على جنب. كده انا حطيتها على الخضار وقلبتهم كويس جدا مع بعض. ما شاء الله خلت الخضار لون وريحة جميلة جدا. هنزل بقى بالخضار بتاعي كده في الصينية بتاعتي، انا دهناها زيت. شايفين ما شاء الله شكل الخضار؟ عايزة اقولك بجد والله طلعت حلوة جدا. هضيف بقى الخضار كده في الصينية. لو وصلتي بقى الفيديو بتاعي لحد دلوقتي متنسيش تحطي اللايك الحلو بتاعك، ولو مش مشتركة في القناة تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. كده ما شاء الله خلاص حطيت الخضار بتاعي ورصيته في الصينية. هحط بس نص كوباية مية صغيرة خالص على الخضار، هو كده كده الخضار هينزل ميته وهيستوي، بس احنا برضو هنضيف كده نص كوباية، حاجة بسيطة خالص. خلاص كده حطيت المية. هرص بقى الدبابيس الدجاج كده على الخضار كده من على الوش. عايزه اقولك الصينيه دي حلوه جدا، ممكن بقى تسويها على عين البوتاجاز، وممكن تسويها في الفرن. يعني ممكن تسويها على عين البوتاجاز وبعدين تحطها تحت الشوايه، وممكن تحطيها كلها على طول في الفرن، يعني براحتك بقى زي ما تحبي سوي. لو هتدخليها الفرن بقى على طول، يعني تستوي على طول في الفرن، مش هتحطها على عين البوتاجاز، يبقى درجه حراره 200 وتدخليها الفرن بقى. هي مش هتاخد اكتر من نص ساعه يعني. دي معلقه تتبيله كده فايضه، هوزعها كده على الدبابيس وعلى الخضار. شايفين كده خلاص، اللهم بارك. كده الصينيه بتاعتي جاهزه، ادخلها على الفرن بقى وارجع لكم بعد ما اسويها. وبكده بقى يا حبايب قلب الصينيه بتاعتي بقت جاهزه تماما. عملنا احلى صينيه دبابيس دجاج بمكعبات الخضار، روعه جدا. يلا بقى متنسيش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. دمتم سالمين في رعايه الله.